وحد الله الانسان اللي متقي او اللي متدين كنظن بان ما خصوش يكون كيهضر بديك الاساليب الطايحه الزنقاويه المسخه في السطوريات. ما كنظنش هذا احسن مثال ممكن نعطيوه للانسان اللي حامل افكار دينيه، والدين اللي هو كله نبل. بالعكس، دابا الحرب ولات على الفطره عباد الله، الحرب ولات على الفطره، ولينا باغين غير الولد الذكر يبقى ولد ذكر، والولد الانثى لان كما لا يخفى على الشريف في علمكم الولد في اللغه العربيه تطلق على الذكر والانثى. بغينا الولد الانثى يبقى انثى. هذا مسلسل جديد كيدعى في دوزام سميتو ناس الملاح. البطله ديالو يهوديه صهيونيه من تل ابيب كتدعم الاباده على غزه وكتوعد قتل الفلسطينيين ومحو غزه كليا. والقصه ديال هذا المسلسل كتهضر على عوده المغاربه، عوده اليهود للمغرب واسترجاع اراضيهم وديورهم اللي حنا المغاربه سارقينها لهم. ما عرفتش واش غادي يعجبكم هذا المقطع ولا لا، حيت اللي دخل لهذا الفيديو ولا بد غتلقى طاحت عينه على واحد من الفيديوهات اللي دازو ولا واحد من هاد الفيديوهات اللي غيدوزو دابا. ما عنديش لبس، انت مخلصه لي لبسي كله. وايه المنظر ده؟ في حد بيشرب حاجه يحطها على السرير؟ وانا كنتصفح في المواقع ديال التواصل الاجتماعي صادفني واحد تغريده اللي حطتها واحد الاستاذه اللي شافت ان وليداتنا ولا التلاميذ ديالها مخانشوا مع هذا الواقع البائس. بصراحه حنا كنا كنتشكاو من الواقع ديالنا حيت ما كانش بيسي، ما كانش ايفون، ما كانش بلاي ستيشن. ولكن الاخوان بصراحه الجيل لا ديال 80 ولا ديال 90 والله حتى دازو في الضوء، حيت دابا ولينا في عصر اللي ولا عصر التفاهه وبالامتياز. كاين فيكم وفينا حنا نيت اللي كيشوف دوك الفيديوهات ديال تيك توك واللايفات وكيضحك وما على بالو بوالو وما عارفش شنو داكشي اللي كيشوف واش مخبي من هذوك الفيديوهات. حنا بصراحه في عصر فيه الفضيحه، فيه الرواج ديال الفضيحه، من بعد ما كانت هذه الفضيحه مخبيه غير عند الاقليه، وكان حتى كل شخص كيتنافس مع اللي بحالو باش يا الله يولي احسن منه، ويقدر هذا السيد اللي غير كيتنافس يولي هو احسن واحد، اما في العمل ديالو ولا في الدراسه ديالو. كانت المنافسه شريفه وعندها واحد اللذه. اما دابا تنافس على شكون عنده التكبيس، شكون اللي عنده الملايين ديال الفولورز. والمشكل خرجت واحد الفئه اللي هبطات القيمه ديال الانسان وحطاتها للارض. الله يعزكم حباب. هادشي اللي شفتو داروا ان الشخص ولا كيحصل على ملايين الدولارات من هادشي اللي كيدير، ملايين الاعجابات، وكيولي اشهر واحد وعنده قيمه بسبب التفاهه ديالو. شخص عادي ما كيدير والو في الحياه من غير انه كينشر لنا التفاهه وفي كل نهار، بحال واحد كيحرك لنا غير واحد شويه كرشو ودارها كونسيبت كيدخل به الملايين في الشهر، احسن من المهندس وحسن من الطبيب اللي قرا سنوات طويله باش يهيئوا لنا مشاريع ويعالجوا لنا الاف ديال الناس. والمشكل دابا ان هاد الناس غير كتولي عندها واحد شويه في الحساب ديالو كيولي من تلقاء نفسه واحد الشخص مهم في البلاد وكيخلق واحد القوه لنفسه. والمشكل الكبير انه كيضيعوا معاه ناس اخرين اللي قراو مثلا غير الافلام، ولا كيتعزل الممثل ولا الممثله على حساب المتابعين ديالو في انستغرام ولا في تيك توك، ولا يعني ماشي على حساب الخبره ديالو ولا الثقافه ديالو. يعني خلاصه الكلام هزلات وحق الله العظيم. المشاكل اصلا ما بقاش غير هنا، حيت مشات ديك المشاكل ديال اللايف ديال المدابزه ولا علاقه حب بين جوج الناس وبنادم متبعهم، ولا الناس اللي معيشينك معاهم الكبيره والصغيره وكيدخلوك حتى للدار، والراجل يدخلك على مراته وبنته ما عنده صوت، المهم انه هو يدخل العاقه. لا راه ولا واحد الناس اللي الشغل الوحيد ديالهم هو يفتحوا لايف في تيك توك ويحصدوا الاموال من الهدايا وكبيسوا. القضيه وحق الله العظيم حتى كتبكي، راه حيت راه ولينا كنوفروا الشباب ولا الاطفال ديالنا هادشي على طول اليوم. كيفاش بغيتي هاد الطفل ولا هاد الانسان بصفه عامه يدخل يتفرج في واحد الحاجه اللي مفيده ولا واحد الفيديو مفيد ليه ويركز فيه، بالخصوص لا كان شي فيديو طويل واخا يكون فيه التوعيه وفيه الاستفاده ما غاديش يتصنت ليه. وبصراحه وانا كنوجد في هذا الموضوع وحق الله العظيم حتى تشوكيت، حيت كيفاش اننا نقدروا نحضروا واحد الجيل اللي غيكون قاري وفاهم وواعي مع هادشي اللي كنشوفوه يوميا. كيفاش بغيتي جيل انه يزيد بالبلاد لقدام وحنا في عصر
اللي ولات الام كتصور حركات مخله بالاداب قدام ولادها، والغرض هو المال طبعا. ما باغي نسالي هذا الفيديو، غنخلي لكم واحد الخلاصه. الاسره لا من الاب ولا الام ولا الاخت، عندكم وليدات وجهوهم، وريوهم الطريق اللي صالحه ليهم، حيت التوجيه ديالكم اهم حاجه قبل من التوجيه ديال المدرسه، قبل من التوجيه ديال الزنقه. الناس اللي ما كنتو كتفلتوا حتى شي لايف ولا حتى شي ترند، حاولوا تشتغلوا على مصلحتكم ونبدلوا هاد العقليه الهاويه اللي غرقانه في مستنقع اللي ما عارفينش فين غيوصلنا. عارف كاين ناس بزاف يمكن تبان لهم هضرتي غريبه وبعيده على المنطق، خصوصا الا كان منغمس في هذا المستنقع اللي كنشوفوا دابا، ولكن كيبقى هذا راي شخصي وما كرهتش تناقشوا معنا في التعليقات ودير بلي انا بحال خوك وكنحاول انني ننصحك. المهم هنا ساليت هذا الفيديو، كنتمنى تكون المعلومه وصلات على اعلى مستوى. شكرا بزاف على المشاهده، ما تنساوش بحال ديما الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناه باش يلقى يوصلكم الجديد ديالنا. وكنبغي ناكد لكم الجديد ديالنا ما عمرك غتلقى شي حاجه اللي ماشي هي ديك، ديما فيديوهات اللي فيها الافاده فقط. السلام عليكم.